السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد جامد جدا. طبعا يا جماعة بمناسبة احتفالية، احنا بنعمل احتفالية جميلة كده بمناسبة وصول 700 مشترك ان شاء الله. ان شاء الله. فقلنا نعمل بقى احتفالية منها تحدي اكل وجامد جدا، بس الفكرة كلها ايه؟ جربنا ملك السندوتش اسمه كينج السندوتش. عامل عروض جامدة قوي، تبقى أول سلسلة لينا من ناحية تحديات وفي نفس الوقت ريفيوهات. فنعمل ريفيو عن المطعم ده. ايوه لان احنا بنقلب على الفيسبوك لقينا ملك السندوتش، طبعا لينا ليه فروع كتيره بس احنا خدنا الفرع بتاعنا اللي هو في دوران شبرا وطلبنا منه، لقينا عروض جامده جدا. اقول لكم العروض اللي عنده ايه ونقيم لكم السندوتشات ونعمل عليها تحدي جامد جدا. طبعا قولوا لي الف سلامه، انا صبعي دي اتعورت. يا عيني. والحمد لله على كل شيء. الحمد لله. وقولوا لي مبروك عشان لبست الخمار. حاجه جديده برضه. المهم علينا عروض جامده جدا، هنقول لكم العروض ونقول لكم حجم السندوتشات قد ايه ونخش تحدي، يعني نخش تحدي على الحاجه اللي احنا طلبناها دي. جايبين معانا ايه؟ 4 سندوتشات برجر. جايبه ايه؟ انا جايبه 6. 4 سندوتشات برجر. انا الكبير. سوري برجر. عامل ازاي؟ شكله جامد. عامل سندوتش كبير مش صغير. جامد قوي. طب احنا هنطلع كله عشان ايه؟ طبعا احنا مش هنحكم عليه 100% لان طبعا ايه الدليفري وكده ممكن يكون بيت شويه. وده الفراخ. اوريهم بس قطعه الفراخ، بصوا عامله ازاي. وصوصات طماطم، والله العظيم السندوتش لسه سخن، يعني بصراحه جامد جدا. انا بقى جايبه 6 شاورما، 3 لحمه، 1 لحمه اهو، و3 فراخ. البوكس اللي معاها 6 سندوتشات شاورما، 3 لحمه و3 فراخ ب 160 جنيه. العرض بقى اللي انا جايبه ده اللي انا بقول لكم عليه ده بقى عرض جامد جدا. برضه ده لحمه. طب شوفي التلاته جامد قوي. قطعه البرجر كبيره مش صغيره، غرقانه صوصات. سندوتش زي ما انتم شايفين حجمه كبير قوي. تمام. الاربع سندوتشات دول 2 لحمه و2 فراخ ب 110 بس. لحمه بس. هو ايه جايب كله لحمه ولا لا؟ 3 لحمه و3 فراخ. انت مطلعه 3 لحمه، متضايقه ليه؟ عايزه تبوظي الفيديو؟ قولي عايزه ابوظ الفيديو. طبعا السندوتشات اهي، اللوجو زي ما انتم شايفين كينج الساندوتش. ده الفراخ اهو. هو مش كبير قوي بس هو حلو يعني. ده الكفر بتاعه اسمه ساندوتش، وهو اسمه كينج الساندوتش زي ما انتم شايفين. طبعا المطعم ده لقيت التقييمات بتاعته عاليه جدا، فقلنا نقيمه احنا كمان وبقى اول ريفيو لينا على القناه. نحط الحاجه دي كده على جنب، لان الساندوتش بصراحه يعني كساندوتش فراخ وصوصات كبير جدا، وساندوتش دليفري وجاي سخن لحد هنا، فبصراحه جامد جدا. بص ساندوتش الشاورما هو مش كبير قوي تمام، بس مخدوم ورايق. بس ما تقول لك 6 سندوتشات ب 160 جنيه بس، فجامد جدا. بس الاجمد والاجمد العرض اللي لكم عليه ده كل ده ب 110. بصوا حجم السندوتش عامل سواء برجر او تشيكن، بصوا الحجم قد ايه. ده ب 110 الاربع سندوتشات. عامل ازاي بعد كده. المهم انا هنخش على اول حاجه، مرحله التقييم. قبل ما نخش التحدي كل واحد يدوق الاول نشوف مرحله التقييم ونقيمه كام من 10 واقول لكم المكان ده اسمه كينج مصر. احكموا انتوا على التقييم اللي احنا هنقوله، واللي جربه قبل كده يقول لنا انا جربته. اي حد من شبرا جربه يقول لنا جربته. طبعا بيوصل دليفري لجميع انحاء القاهره، يعني انا حتى انا جايبين شبرا الخيمه دلوقتي وصلنا لحد شبرا الخيمه، وجايب معاه باكت بطاطس هديه بتتبيله جميله. فاللي جربه يقول لنا، واللي ما جربوش يا ريت يجربوا. بس قبل ما اقول لك جربوا او ما تجربوش فاحنا هنقيم الاول الطعم، بعد كده نخش تحدي كل واحد 3 شاورما وكل واحد 2 برجر من كبير. ده تحدي اللي يخلص الاول. بس قبل ما نخش على التحدي يلا بينا نخش على الريفيو. يلا والنبي يلا. جربي ايه الاول؟ جربي الشاورما ولا الفراخ؟ انا هجرب الشاورما. طب هاتيلي واحد. ده ايه؟ الشاورما لحمه. ده لحمه. ماشي هنقيم من 10 ماشي؟ يعني ياخد كام من 10؟ انا هقيم الشاورما. جميله والله، جميله قوي. لا مش شاورما تقليديه، شاورما بجد نضيفه قوي. حلوه على سعرها حلو. انا اديله كده 8 من 10. انا بصراحه اديله 7 من 10. و7 من 10 هو تقييم مش وحش، تقييم جميل. بس الفكره كلها ان انا اصلا ماليش في الشاورما. تاني حاجه ان طبعا الطريق ممكن الساندوتش يكون بارد شويه، ممكن يكون ايه العيش بيبقى اطرى من كده وجوسي عن كده. بس بصراحه كسعر، يعني كسعر مقابل ساندوتش لا جميل جدا. شوف بقى الشاورما، بصوا حلاوه الشاورما. وبصراحه الساندوتش كله غرقان شاورما، مش متلحس، غرقان. يلا بينا نشوف. وانا بحب الفراخ عن اللحمه بكتير. يلا. بحب.
ده بالنسبه لي احلى. ولا انت اللحمه؟ لا، اللحمة أحلى. انا بقى ده اديله 8 من 10. ده أنا أديله 5. لا اذواق بس. أنا بقى نجرب التانيين. بس بصراحه كساندوتش بالسعر ده جامد قوي. بص البطاطس عامل عليها تتبيله جامده قوي. بص عامله ازاي. لا حلو. البطاطس جميلة بصراحة. حلوه مش مزيته، بس الفكره كلها هي بردت بس من الطريقه. وده مخلل بتاعهم برضه. احنا ما بنجاملش ولا نعرف المطعم ده، بس احنا لازم نقيم بكل صراحه. شوف بقى دي الفراخ. ماشي. ده ايه؟ برجر. ده برجر فراخ. برجر. هنجرب بقى الفراخ. هي بصراحه بص قربي كده اهو يبقى حلو اهو. بصوا كده الفرخه قد ايه؟ حلو. هو بصوا مش فراخ جاهزه تقريبا، مش مفروم، بس هنشوف مع صوصات وكده بايه. بس كحجم سندوتش فظيع. نجرب. نعم. السندوتش كده تقريبا ب 25 جنيه. سندوتش فراخ او سندوتش برجر زي كده ب 25 جنيه، يعني جامد جدا بالحجم ده. لا انا ممكن اشيل 70 جنيه، فالموضوع غريب. ده برضه اديله 8 من 10. ده حلو. بصراحة جامد. ولا كمان يعني قلت الفراخ بس ايه قطع الفراخ نضيفة، عاملة زي أبطأ الشركات شوية، بس لا نضيفة. قطعة الفراخ بصراحة نضيفة وجميلة. أنا اديله 8 من 10 لأن هو مع الصوصات وكده اديله 8. يعني الصوت وحجم البرجر كويس إن هو يبقى يعني في الرينج ده، فبصراحة جامد بصراحة جدا. حلوة. أنا بقول لكم مش ب 25 بالظبط، بس بقول تقريبا هم الأربعة مثلا 110 في الرينج ده. بص قطعة البرجر عاملة ازاي؟ والله لا بجد ما شاء الله. والسندوتش مخدوم بحجم سندوتش زي كده، بصراحة ما اعرفش هتجيبوه منين، ده يعني جامد قوي. بسم الله بقى، بسم الله. ربنا يسامحنا احنا حلو. وزين. قولي. ده بقى هديله 10 من 10 لان انا حاسه باكل برجر اللي هو الغالي قوي. اقسم بالله بجد جميل قوي. اقسم بالله انا كنت مقلق من البرجر لان البرجر رخيص جدا. لما يكون 4 سندوتشات زي دول بالحجم الجامبو ده ب 110 بالطعم ده بالصوصات بكل حاجه، اقسم بالله 10 على 10 والله العظيم. بصوا حجم قطعه البرجر قد ايه بصراحه، وطعمها جميل فظيع. اقسم بالله كانت تجربه جميله جدا. ولو انت اول مره تتفرج علينا ادي لايك وشير وسبسكرايب. استنى الفيديو ما خلص. لو انت اول مره تتفرج علينا فالفيديو ما خلص. لو انت بتحب الريفيو فكده مرحله الريفيو ايه؟ خلصت. هنعمل بقى تحدي. الناس اللي بتحبنا ومتابعانا بقى على طول وانت قديم معانا انزل ادي لايك عشان الفيديو هيبتدي دلوقتي. يلا بينا. يلا بينا. يلا ابتدي التحدي. هاتي حاجتي اللي انا دقتها برجر. ده ده اللي انا دقته. شاورما. في اختلاف على الشاورما ده بقى. اللي انا دقته. انت معاكي 1.5 صح؟ معاكي 1.5 شاورما؟ مظبوط كده صح؟ كده احنا قسمنا بقى يا جماعه الشاورما كل واحد ايه؟ ده بقى 2 هنا اهمت. بقى هنطلعهم بره التحدي. لو قدرنا يعني دول يعتبر هم يعتبر التقييم يعني. كل واحد بقى واحد لحمه شاورما لحمه، واحد شاورما فراخ، واحد برجر جامبو فراخ، واحد برجر جامبو لحمه، واللي يخلص الاول. ويلا بينا. يلا بينا. يلا. انت عجبتك اللحمه قوي؟ الفراخ مش حلوه، ما عجبتنيش فعلا. مع ان انا اصلا بحب الشاورما الفراخ اكتر. وانا ما بحبش اللحمه بس ما عجبتنيش. هو احلى من البرجر ده. اللي هو البرجر ده. لا البرجر جميل قوي. يا جماعه حجمه كبير قوي. انا قلت كده يعني اصلا البطاطس بتاعتهم مختلفه، مش تتبيله بس. البطاطس تحسوا ان طعمها معصور عليها ليمون. حاليا قاعد في شبرا الخيمة. لو انا مثلا قاعد في شبرا مصر ممكن اروح اكل منه كل يوم.
انا واصحابي نجيب 4 سندوتشات من دول، مش عارف على كل واحد 25 30 جنيه. بصراحة والسندوتش هيلكن. حلو فعلا الاصحاب لو قاعدين على القهوة. والاحلى ان هو بيجي لك في اي مكان، يعني هو في شبرا مصر جاب لي شبرا الخيمه، يعني مشي مسافه كبيره جدا وجاب لي حاجه سخنه. بصراحه جامد جدا. وده بقى احلى تحدي تخشه. احنا قلنا حاجة جديدة نجربها ونعمل عليها تحدي. احنا قلنا نعمل بقى يا جماعه عشان تدرسوا السلسله دي. قلنا نعمل احتفاليه 700 مشترك. نبتدي ايه؟ الناس اللي بتحب ريفيوهات نقول لكم على اماكن، واماكن بتوصل لكم لاي مكان عشان ما حدش يقول انا من هنا او من هنا. المكان جامد قوي. رمضان داخل فاحنا ممكن يعجبنا حاجة في الشارع نوريها لكم ونعمل عليها تحدي بعد الفطار مش شرط يعني. فاحنا هنعمل ريفيو، لو المطعم عجبك او كده يبقى انت ايه استفدت بالريفيو، في نفس الوقت ايه بعد الريفيو نخش في تحدي الاكل بحاجه متعه بقى. ايه عليكم بالخير وعلينا يا رب على المسلمين جميعا. ممكن ساعات في الفيديو تبقى خايبه كده ما تتكلمش، وساعات تبقى بلع راديو قبل الفيديو. اسمها جعانة وهو جوعان كتير قوي لما جابنا الاكل ده. احنا لازم نعمل ريفيو جميل، فقلنا ايه نقلب على الفيسبوك. وانا بقلب على الفيسبوك لقيت المطعم، بس بصراحه يعني بطلب وهم ناكل منه، وبصراحه كنت ايه برضو قلقان شويه، يعني هم ناكل من المطعم وكده ودافع فلوس بس بصراحه انا اتبسطت، يعني تجربه حلوه. واحلى حاجه لما تعمل تحدي على حاجه طعمها جميل تقدر تاكل منها كتير، وخش بقى على ايه؟ برجر ولا فراخ؟ انا نفسي اروح على الفراخ. فراخ. بصوا حجم الساندوتش قد ايه؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني الفيديو ده هتلاقوه مختلف، كل فيديو ممكن اكون بجري منه شويه واحنا بناكل وكده. الفيديو ده بنتكلم فيه كتير. بقولي عندي طاقة. وهي عندها طاقه، انا اجازه النهارده عشان صبت عمل. بقاله يومين اجازة فبقاله تقريبا يومين ما بيتكلمش. فالفكره كلها في ايه بقى؟ احنا صحينا عملنا اكل كده نزلناها عند ستة شويه عبال ما ندور على مطعم. فتخيلوا بقى صاحي من الصبح قعدنا 3 4 ساعات عبال ما ندور على مطعم جامد وعامل عروض جامده ونطلب وما نلاقيش رقم. فاللي مش قادرين، بس صدقنا بقى ناكل. وفي الوقت ده عشان ما اشبعش فانا هجيب السر بتاعي اللي يخليني اكمل التحدي الاخر واكسب التحدي ده واديها فرصه تاكل شويه قبل ما اجي. طبعا يا جماعه انا ايه ما انساش كل واحد ياخد حقه. الناس محترمه جدا بصراحه والله، مع اني اول مره اتعامل معاهم. قال لي انت اول مره، بعدين الدليفري كلمني خد لوكيشن فلقيته بيرن عليا بيقول لي انا تحت البيت. قلت له طب دي ونزل لك. قال لي لا اطلع لك انا خليك ومش عارف مش عايز اتعبك. قلت له لا انا منزل لك. يعني هو الناس ذوق بصراحه، يعني حتى هو كان عايز يطلع لي البيت انا قلت له لا خليك تحت. واحد شوية بقى تعيشه بضمير. شربنا
هنبتدي بقى، يلا نسرع الفيديو ونخش عشان ناكل بسرعه. يلا بينا يلا بينا. انا هكسبه واعمله عقاب. حته عيش صغيره، بس احنا مش عايزين نبوظ التحدي يعني ناكل عيش عيش في حته صغيره في الاخر، فنخش على البرجر بقى. الواحد حاسس بالشبع، واول ما اروح لاصحابي تجوع. احس ان انا ابني جوع على القهوه. يا عمي طب ما انا ميت من الاكل او مش قادر اكل. الشتا بيجوع والله قوي. مش الشتا ده يخلص لان انا بقيت في تخينه قوي. احنا صاحبنا كل شويه انت تخنتي. تتخيل بالراحه يا استاذ، انا قلبي عليك. ايه المشكله بقى في البيبس حاجه بيخليني اخلص اي تحدي بس ببطء مش بسرعه. استسلمت خلاص مش قادر. انا كسبت. موكا كسبت لانها لسه جعانه برضه يعني. بصوا حجم السندوتش لا شبعت والله مش قادرة. خلاص الحجم يعني بصوا هو يعتبر شبه تعادل يعني، بس لا، لا مش هي تعادل. اكتر هي اكتر لان انا ايه. انا بصراحه اشهدوا انتوا يعني ما بوظناش فيديو عادي، بس بصوا السندوتش قد ايه بصراحه. احنا كلنا كتير قوي انا يعني. كسبت. لما الفيديو يخلص بعد كل ده احنا اصلا المفروض كنا بنعمل فيديو، لو خدتوا بالكم قبل كده كنا بنعمل فيديو على سندوتش واحد من ده اللي خلصه الاول. وكان سندوتش تخيل احنا كلنا يعتبر كل واحد ونص من ده، وواحد شاورما وواحد فراخ يعني. بصراحه تعبنا. انا اعترف يا الله ينور عليها كسبت الفيديو ده فرق قليل جدا بس بصراحه. تقولي عقاب. قولي لي المقلب اللي عملته عجبكم ولا لا؟ عشان انا بس اهم حاجه قبل ما تقفل الفيديو ادعمنا بلايك. لو انت اتفرجت لحد هنا يبقى انت احسن واحد بنحبه في القناه، اللي انت اتفرجت لاخر الفيديو. فما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب عشان ايه نجيلك فيديوهات احلى كتير، ونكتب لك احلى كومنت ونرد عليك في احلى كومنت. دوس على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. يلا بينا يلا بينا. باي باي.